بص يا سيدي، البراونيز دي مش جاية من فراغ كده، لأ، الحكاية ابتدت سنة 1893 في أمريكا، وبالظبط في شيكاغو. كان في فندق كبير هناك اسمه بالمر هاوس. صاحبة الأوتيل قالت للشيف: أنا عاوزة حاجة حلوة كده تبقى شيك بس في نفس الوقت تتاكل بسهولة وأحطها في شنطتي. الراجل عمل إيه؟ قال لها حاضر. جاب شوكولاتة تقيلة وعمل كيكة مسطحة كده وقطعها مربعات وسموها براونيز. بس استنى، ده في ناس كمان بتقول إن هي غلطة. أصل في شيف تاني كان بيعمل كيكة شوكولاتة عادية ونسي يحط بيكنج باودر. الكيكة مرتفعتش وطلعت مكتومة. قالك يلا نقطعها ونوزعها، والناس اتجننت عليها. ومن يومها البراونيز بقت مشهورة في أمريكا والعالم كله. تلاقي في براونيز فادجي كده يعني تقيلة ولزجة كده بالشوكولاتة، أو في براونيز تانية خفيفة وهشة. ودلوقتي بقى في تنويعات نوتيلا أو مكسرات أو حتى بالآيس كريم، وكل واحد يزوق على مزاجه. بس في الأساس البراونيز هي اللي اتولدت من فكرة سريعة أو حتى من غلطة حلوة، بس في الآخر كسرت الدنيا. لو عجبتك الحكاية اعمل لايك وسبسكرايب. قولولي بقى في الكومنتات انتوا بتحبوها ايه، فادجي كده ولا خفيفة وهشة؟